مش كتير الصراحة اللي بيعترفوا بوقعتهم، بس أنا حابب أعترف. كنت دايما بوعد نفسي أقول خلاص أنا هحفظ الأربعون النووية، هقعد أحفظها واحدة واحدة وأفهم كل حديث وأسمع شرح ابن عثيمين. كل مرة كنت أبدأ بحماس، أفتح الكتاب أسمع أول حديث تاني تالت لحد ما أوصل كده حوالي الحديث ال15، وألاقي بعد كده الحماس ده انطفى والعزيمة اختفت. بس المرة دي معرفش ليه حسيت إني لازم أكمل. حسيت إن مش ينفع المرة دي تبقى زي كل مرة حصلت قبل كده. فقررت أعمل حاجة مجنونة شوية، أورط نفسي قدام الكل. أيوة، أنا داخل تحدي الأربعين النووية، بس المرة دي مش مجرد حفظ إن شاء الله، لأ، ده فهم وشرح كمان. هعملها على القناة بإذن الله على شكل بلاي ليست كاملة. كل فيديو فيهم هيمشي معانا خطوة بخطوة، وده أول فيديو. يمكن بتسأل نفسك دلوقتي، هو إيه أصلا كتاب الأربعين النووية ده؟ بص يا صديقي، الكتاب ده مش مجرد كتاب عادي، دي خلاصة الدين حرفيا في 40 حديث جمعهم الإمام النووي. ده عالم جليل عاش في القرن السابع الهجري، اختارهم بعناية كأنهم خريطة تمشي عليها في طريقك مع ربنا أو في طريقك لربنا. كل حديث فيهم بينور لك باب: العقيدة، العبادة، الأخلاق، النية، والإحسان. كل حاجة بتخليك تعيش مسلم بحق. تخيل بقى لو بعد السلسلة دي فهمت وعشت كل معنى من معاني الأحاديث دي، هتحس وقتها إنه حرفيا مش ناقصك حاجة. كل أبواب الدنيا والآخرة إن شاء الله هتكون في إيدك. كل باب خير هتلاقيه بدأ يتفتح لوحده، كل باب شر هتلاقي ربنا بعدك عنه. طب نعمل ايه او نستفاد ازاي؟ ببساطة، كل الفيديوهات اللي جاية هتسمعها بتركيز واستحضار نية. ان شاء الله كل فيديو هيبقى خفيف، مش اكتر من 7 دقايق. هنمشي ازاي فيهم؟ هنقرأ الحديث، نفهم معناه، نرجع لكلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح، طبعا من غير ما نطول ومن غير ما نقول كل الكلام اللي هو بيقوله. احنا عايزين المختصر المفيد. الرحلة هتبدأ بخطوة. قولي بينك وبين نفسك، كام مرة بدأت حاجة كنت حاسس إنها هتغير حياتك وسبتها في النص؟ استناني في الحلقة الجاية، يمكن تكون أول خطوة في عمر جديد هنبدأه سوا إن شاء الله. وما تنسوش تدعوا الوالد بالرحمة.